اهلا بيكم في فيديو جديد من كابوريا ستيشن. فيلم افاتار، قبل اي حاجه انا مش فان لفيلم افاتار ولا من افلامي المفضله بامانه يعني، وساعات بحس ان هو لا يعني هو فيلم تقيل، يعني هو فيلم ليه بقى شأنه، وطبعا اول فيلم 3 دي وطبعا في شغل عظيم، بس في نفس الوقت ما فيهوش روح بصراحه. يعني فيلم دمه تقيل. يعني لما اتكلم مع اي حد على فيلم افاتار دايما اقول ان الفيلم ده نجح عشان حاجه واحده بس، اللي هو اول فيلم 3 دي. الناس عايز تجرب التجربه دي عامله ازاي، النضاره اللي كانت زرقاء وحمراء ومش عارف ايه والكلام ده. 2009 طبعا الموضوع ده كان تقيل وعظيم، اول مره فيلم ينزل بالشكل ده. فعشان كده دايما انا مقتنع ده اللي نجح فيلم افاتار. لو محدش يعرف، المؤلف والمخرج بتاع فيلم افاتار هو المخرج العظيم والقدير جيمس كاميرون. جيمس كاميرون لو ما تعرفوش او مش مجمعه، جيمس كاميرون ده عمل سلسله ترمينيتور، عمل سلسله الين، عمل فيلم تايتانيك. الراجل ده تقيل، الراجل ده دايما بشوفه عظيم في الصناعه. فيلم ترمينيتور لما نزل في الثمانينات تقريبا كان طفره حرفيا. ايه ده موضوع عظيم. نفس الكلام الين هو عمل اول فيلمين تقريبا ومحدش عرف يعديه من ساعتها. فجيمس كاميرون دايما بشوفه شخص تقني جدا، بيحب التقنيات. الدليل هو عمل في اول فيلم 3 دي نزل في الصناعه دي كان هو فيلم افاتار. جايز بالنسبه للعامه الحاجه الوحيده اللي معلقه مع الناس هي فيلم تايتانيك، وده حقيقي بصراحه. بس الراجل ده من 2009 وهو مركز حاجه واحده بس، ان هو عالم افاتار. سرح فيه بطريقه مريبه، لان هو برضو دايما جيمس كاميرون العاده بتاعته بصراحه. يعني انا ما كنتش اعرف، دايما زي ما قلت برضو في الاول، اللي هو حته ان هو يتعمل فيلم تاني لافاتار دي كانت حاجه اللي هو ليه، او ما استغربت، اللي هو ماشي قشطه، بس مش فاهم. ممكن طبعا في الاول خالص قلت ماشي عشان طبعا البوكس اوفيس ده اعلى ايرادات في التاريخ والكلام ده، بس مش معلق مع الناس غير اللي هو ايه ده افاتار علشان 3 دي. فبعد كده جمعت بقى واتفرجت على افلام جيمس كاميرون وبتاع. هو شخص صانع سلاسل بصراحه. انا حاسه ان هو يعني اخد تحدي كبير جدا ان هو يعمل الكائنات دي على قدر الامكان قريبه للطبيعه. فموضوع تقيل بالنسبه له. فيا ترى ايه مستقبل سلسله افاتار؟ يعني خلاص احنا دلوقتي عرفنا ان هو بيبني سلسله كبرى في دماغه ان هو يكبر الموضوع ومش عارف ايه وبتاع. ايه الدنيا دلوقتي؟ خلاص هو حاليا اعتقد الفيلم الجزء التاني نزل تقريبا دلوقتي. فيا ترى ايه القادم لسلسله افاتار او الافاتار سوجا؟ بصوا، هو الموضوع دلوقتي على حسب اللي فهمته ان الجزء التاني دلوقتي نزل عادي جدا. الجزء التاني متصور معاه الجزء التالت باك تو باك كانهم حاجه واحده. الجزء التالت هينزل زي دلوقتي بس كمان سنتين، هينزل في شهر 12 2024. وفي حاجات اتصورت من الرابع، بس وقفوا بقى الدنيا. ليه وقفوا الدنيا؟ هو لحد دلوقتي على حتى في IMDb هو في 5 اجزاء، يقفلها ب5 افلام. دلوقتي التاني نزل، التالت هينزل كمان سنتين. الرابع بقى نظامه، هل هنوصل اللي احنا نشوف جزء رابع؟ دي حاجه هتحددها الايرادات، وده كلام رسميا هم قالوا، حتى اللي هو بنسبه كبيره جدا اللي هو لو الايرادات الجزء التاني ما بقتش كويسه او ما كسرتش الحاجز العظيم، او بمعنى صح ما كسرتش الحاجز الجزء الاول، ساعتها هنكتفي بالتالت وخلاص. ولو الايرادات الجزء الثاني دمرت الدنيا والصناعه وعلت بقى على افاتار الجزء الاول وعلت على افنجرز اند جيم، ساعتها خلاص احنا هنبتدي طبعا هننزل الثالث عادي جدا. في اي حال الجزء الثالث هينزل يعني، وهنكمل الرابع وندخل في الخامس وصباح الفل. وفي كلام بصراحه برضو ان الجزء الرابع والخامس مش هيبقوا اخراج كاميرون. دي حاجه تميك سنس بصراحه. الراجل معرفش عنده كام سنه، بس الراجل ربنا يديه الصحه كبير يعني. صعب عليه. انا مستغرب اصلا ان هو بيعمل فيلم بالران تايم ده، اللي هو الفيلم ده تقريبا 3 ساعات وربع. الجزء الثاني اكيد الجزء الثالث برضه هيبقى نفس الكلام. موضوع كبير عليه. دي حاجه ما تخلينيش اتفائل قوي بصراحه بالسلسله. انا مش عايز ابقى دبش كده في وش اي حد متحمس للسلسله، بس ما تتعشموش قوي، لان حتى لو الجزء الثاني حلو، حتى لو الجزء الثالث كويس، جيمس كاميرون دايما يدي الطلعه الاولى ويجري.
يعني بيزهق بقى او بيشتري دماغه او بيحب يعمل حاجه تانية، الله ما اعرفش. ولما بيسيب الفرانشايز اللي بيعملها او السلسله اللي بيعملها بتبوظ. هل افاتار هتكسر القاعده؟ الله اعلم. هل اصلا هنوصل للجزء الرابع؟ دي حاجه هتحددها الايرادات. وكمان حتى في حاجه لسه شايف تصريح ان هو قال لا ده ممكن اعمل سادس وسابع كمان، اللي هو الموضوع مطول معاه قوي. هو عنده افكار، عنده مش عارف يا ترى الموضوع هيتنفذ ازاي يا ترى. طبعا ملامح كل ده هيبان لما ننزل نشوف الجزء التاني دلوقتي، بدل ما احنا قاعدين في البيت عمالين نصور ونعمل حاجات غريبه كده. فكل ده هيبان الفتره دي. وبس يا جماعه، دي حاجه حبيت اتكلم فيها لان فيلم افاتار دلوقتي نزل وانا بصراحه متحمس لان زي ما قلت انا مش من اقرب الى قلبي الجزء الاول بتاع افاتار، بس عايز اشوف يا ترى بيعملوا ايه، يا ترى ايه العالم ده هيبقى عامل ازاي، ويا ترى ايه القصه اللي بيحكوها، ليه الليله دي كلها، ليه قالوا 5 اجزاء، وليه ممكن قالوا يبقى في سادس وسابع، ليه كل ده. بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كابوريا ستيشن. كابوريا كابوريا لو أزوني